قبل ما نبدا الفيديو حبيت نهضر معكم على حاجه شخصيه. البارح كي خرجت نتائج مسابقه توظيف الاساتذه كنت مشاركه فيها. بصراحه كنت نتمنى ننجح. كي شفت كلمه راسب تاثرت بزاف بزاف، خاصه اني عمري ما عشت هذا الاحساس من قبل. البارح كنت في حاله، لكن الصباح استغفرت ربي وقنعت روحي انه النتيجه هذه هي جامي تحدد قيمتي ولا قيمة اللي ما نجحوش كيما انايا، وماشي كل تأخير معناه نهاية الطريق. الحمد لله على كل حال، وربي يوفق اللي ينجحوا، وان شاء الله يعوضني ويعوض كل واحد ما كانش الحظ معاه كيما انا. نفضت جلايلي، واش ندير؟ نفضت جلايلي ووليت لقناتي ولحبابي اللي هما نتوما اللي دايمين ليا، وجبت لكم هذه الوصفه تاع المسمن اللي كنتوا طلبتوها مني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. هنايا جبت سميد ماما تاع 2 كيلو وديت منه كيلو برك هنايا، وضروري تصيروه. وراح ندي من الفارينه نستعمل انا دايما سيم، ندير منها 6 مغارف كبار هكذا معمرين. هذه هي العجينه تاع المسمن اللي انا معتمدتها وناجحه معايا دايما، جامي حشمتني. وكاين دوك انواع السميد، كاين حنا هنا في الجزائر العاصمه عندنا مولا وعندنا سوزومي يعني الميور هو، وكاين سيم بصح الميور هو ماما ولا عمور. كاين عمور تاني كينجح به المسمن ويجي روعه تاع الكيلو، فيها عمور تاع الكيلو، يعني تشري كيلو زيدو 6 مغارف فارينه وتخدمي مسمن تاعك بكل اريحيه. يعني الوصفه ناجحه، ما تبقيش تقولي شحال الكاس هذا يرفد شحال هذه، لا بكاس لا كيله لا والو، كيلو مباشره مع 6 مغارف تاع الفارينه، وديري لاغوسيت تاعك بكل اريحيه. هنا كما شفتوا السر الاول هو انك تجمعي العجينه، تجمعيها هاو القوام تاعها، تجمعيها يابسه. والماء كما شفتوا من الحنفيه. العجينه واش درنا فيها؟ درنا فيها كيلو سميد و4 كبار 6 مغارف كبار تاع الفارينه، شويه ملح وشويه سكر. السكر هنايا علاش درناه؟ باش تحمر لنا العجينه، يعني كيف الطياب يجينا حميمر هكذاك شباب عفوا. وهذا مكان ونجمعه بالماء. هنا بعد ما جمعتها عجنتها شويه واحد 2 دقائق وغلفتها هنايا بالبلاستيك وغطيتها ونخليتها ترتاح. خليتها ترتاح واحد 1.5 ساعة. بعد ما ارتاحت لي هذيك 1.5 ساعة نجي نبدا نعجن فيها. هنايا المره شحال نضيف الماء، هنايا دائما التساؤلات شحال الماء شحال الماء. دونك هنايا سيت بالتقريب نمد لكم الكيل. هنايا في المره الاولى ضفت حوالي 3 مغارف هكذا تاع العشاء، ومن بعد بقيت نعجن ونشرب في هذاك لاباط. ومن بعد زدت المره الثانيه، اني كتبتهم لكم كامل في الفيديو. ومن بعد هنا الجفنه ما ساعدتنيش، نحيته من الجفنه ودرته فوق لو بلون دو طرافاي تاعي ولا البوطاجي هكذا. هاي لك المره الثالثه ونعجن كما شفتوا، نديرو كامل هكذايا بالبزه. ومن بعد كنشرب له هذاك الماء ونزيد ندلكها شويه كما كتشوفوا. هذه هي طريقه العجن، ما كاش طريقه واحده اخرى. والمسمن هذا الطريقه تاعو جزائريه محضه، يعني جزائريه 100%، ما فيه ني خميره ني عسل ني زيت ني حتى حاجه، ني خميره الخبز ني كيميائيه ني والو. وهنا حنوري لك للمبتدئات طريقه الدلك. تخدمي غير بالراحه تاع يدك كما يقولوا هكذايا، تحلي هكذا براحه يدك كما هو موضح بالصوره، يعني الصوره تشرح روحها. ومن بعد دوري وتزيدي من الجهه الاخرى، ومن بعد طمي العجينه من لي دو كوتي.
هذه هي طريقة تاع الدلك هكذا. ومن بعد هنايا راح المرة الرابعة بالعاني خليت لكم كامل المقاطع، سيت نجرب بصح ما نحيت حتى لقطة من العجينة. هذه هي العجينة كيفاش عجنتها، كل تفصيلة من التفاصيل تاعها كما راكم تشوفوا كيفاش راني ندير. راني شاك فوا ندلك ومن بعد كي نشرب لي كامل الماء ونحس العجينه شربت كامل هذاك الماء نزيد لها الكميه المواليه. وانا هنايا شربتها 6 مرات، 6 مرات قيمتها هكذاك 3 مغارف تاع العشاء مع الدلك المستمر. هاي لك المره الخامسه، يعني المده باش عجنتها كامل هكذا ما تتعداش 15 دقيقه. هنا برك في الفيديو لازم نزربوه، ما تقدريش نديرو هكاك بالتفاصيل يجي الفيديو ممل. هنا كيما شفتوا لانه العجين هو المهم في المسمن حبيت نديرو لكم بالمراحل تاعو. تبعوا معايا. هاي شوفوا العجينه هنايا بعد ما سقيتها للمره الخامسه شوف كيش ولات معايا. وهنا راح نزيد لها السادسه هي والاخيره. كما كتشوفوا ما طريتش العجينه تاعي بزاف. هاي لك العجينه نخليها دوكا ترفضي واحد 10 دقائق نغطيها ونخليها. ومن بعد في هذيك الاثناء نروح نغسل الطاجين. هذا هو السر الثاني ولا الثالث من نجاح المسمن تاعك باش يطيب لك على وش واحد، يطيب لك هذاك اللون الشباب. لازم هنايا واش درت شويه ازيت بيسال وشويه ملح وحطيت الطاجين تاعي ولا المري ولا التراده ولا كل واحد كيفاش يقول له. ليسونسيال لازم تغسليه. وانا شوفوا ما فيش كامل هذيك الطبقه تاع السبك، وعندي اكثر من 10 سنين وانا نستعمله لانه هذه هي الطريقه تاعي كي نخدم به. ما نغسلوش لانه يكون سخون. ومن بعد كي نجي راح نستعمله المره القادمه يعني ندير له كيما قلت لكم ونشلو ونخدم فيه باش ما يشيطلكش المسمن كي يجي هكاك فيه كاع هذوك الحبيبات الكحوله. هنا السر الثالث الرابع، يعني السر الرابع كيفاش تقطعوا العجينه. شوفي كيفاش تقطعيها ومور ما تقطعيها تحطيها مباشره في السنيوه تاعك اللي تكوني دهنتيها بالزيت، يعني ما تزيدي تخلطي فيها ما والو. شوفي كيفاش تجبديها تدخليها للداخل وتقطعي. والكرات هنا الحجم تاعهم كل وحده دير على حسب كيما تحب هي. انا يدي تكبر، يديك دائما نديرهم كبار. مالغي انا نحب المسمن هذاك المتوسط، ما نحبش هذاك اللي يجي بزاف كبير، هذاك ما نحبوش. هكذا نكمل نقطعهم كاع بنفس الطريقه. انا وريت لكم الطريقه كيفاش تقطعي. وشوفي كيفاش العجينه تاعنا كيفاش ناجحه وهايله. دوك هنايا نغطيه ونخليه تاني واحد 4 ساعه ولا 20 دقيقه. السر في المسمن يعني المسمن السر تاعو هو الراحه، لازم يرتاح العجينه، لازم ترتاح معك. شوفي هنا كل ما ترتاح شوفي دوك ما تولي لي ما والو. شوفي دوك نخدمها بكل اريحيه كيما تحطيها تقعد ما توليش معاك لانه العجينه ارتاحت وتعجنت كيما يلزم الحال. هنايا راني نوري لك بلي العجينه كيفاش تسحبي يدك باش تخدمي الاطراف. سحبي هكذا، تسحبي برك باش تخدمي لها الاطراف. ومن بعد كي تشوفي كيفاش تجبدي هكذا من كل جهه تجبديها تجبد معك بكل سهوله. وهنا الاطراف شوفوا شحال راهم رقاق، ما عندناش كامل الاطراف خدمناهم هكذا بكل سهوله. وشفتوا العجينه بلي ما ترجع معايا لانه عجنتها وعطيتها حقها تاع الماء هكذا. شوفوا العجينه كيش تنبل وحدها. هنا نرش بالزيت ونجي نطوي. هنايا هذه العمليه الناس كامل يعرفوها. شوفي ماهيش كامل تولي معايا العجينه كيما نحطها كيما تقعد. هنايا نطوي الطويه الدوزيام فوق خوتها ونكون رشيت شويه زيت. وهنا نسقم منه
ونزيد نرش رشة تاع الزيت. المسمن هو يجي بالزيت وماشي، والمسمن ماشي تاع الريجيم. المسمن تجي فيه كمية معتبرة تاع الزيت. وشتوني شحال وريت لكم واحد 4 ماشي 4 هكذا شوية، المهم كاس ولا بول تاع الشوربة تاع الزيت اللي استعملت. وهنا شوفوا ما شاء الله كيفاش جاتني الحبة. هنايا باش يعني ترفدوها وتقعد هكا كاريه ما تخسركمش كي ترفدوها للطاجين. دي تقدري تستعيني بورق الطبخ، تحليها فوق ورق الطبخ وترفديها بها هكذا. شوفوا كيفاش راني نوري لكم. وكل مره ترشي الزيت كي تطويه وما في طيابه، كل مره ترشي الزيت. هذه هي. حنوريكم المره الثالثه باش هكذا المبتدئات باش يشوفوا مليح. هنايا مباشره تحلي الاطراف وتطوي، وكل مره ترشي الزيت، كل ما ديري طويه ترشي الزيت كما قلت لك. وهنايا راح خدمت انا طيبت وحده، وراح نوري لكم طريقه كيفاش نديروها دوبلي، كيفاش ديرين المسمن دوبلي. هنايا انا كنت طيبت وحده باش نوري لكم الدوبلي كيفاش ديروه. هاليك حليت العجينه تاعي وجبت هذيك المسمنه اللي كنت طيبتها، وفي نفس الطريقه تطوي عليها العجينه هكذا، ومباشره للطاجين. هاليك هنايا راني نطيب فيها ونرشلها اشك فوا نرشلها الزيت. والمسمن السر تاعو الخامس هو الطياب لازم توقفي عليها المسمن اذا غلبك وجدي يعني حليهم كامل وبداي طيبي، لانه المسمن لازم توقفي عليه وتحركيه. شوفي كيما ماشي تحطيها وتروحي، نو لازم هكذايا تبقاي غير تبدا تشرب هكا شويه، تقلبيها وديري لها الزيت، واشاك فوا راكي تقلبي وديري الزيت وتحركي فيها. هذا هو طيابو، ماشي تحطيها وتخليها هنا باش تتنفخ معاك وباش يدخلها الطياب من كل كوتي. هذا هو طيابها، لازم توقفي عليه وتحركيه. وشوف الطاجين كيفاش هو يطيب ليه حميمر الله الله، لانه انا قلت لكم السر تاعو كيفاش ديروا له. هاي لك المسمن ديالي اللي يجي بزاف هايل وبزاف بنين، فيه البنه تاع مسمن تاع زمان، يعني جزائري 100%. وانا هذا هو المسمن اللي يعجبني، ما نحبش كامل هذوك المسمن اللي فيه الاضافات هذوك. كما كنت تشوفوا هنايا همليك انا حليت كميه، حليته كامل يعني، وبديت نطيب هكا بالعقل. والمسمن باش ما يبسلكش كل حبه طيبيها حطيها في جسنا ولا طبسي ولا حاجه، وحطيها فوقختها اللي طيب، حطيها فوقختها اللي طيب، حطيها فوقختها، وتغطيهم بطريشنا ولا منيدل هكذاك باش ما تيبسش، باش ما يبسش معاك. هذا هو تاني باش يجيك المسمن بهذاك القوام اللي يجي هكذاك وحده يتلوى وحده، ما يجيش يابس، ما يبسكش. هذه هي. هنا يعني قلت لك كامل الاسرار، وانا يا هادوما الاسرار يعني، وهادوما كما يقولوا لي تخيك هادوما ولا لي زاستوس اللي ينجح بهم المسمن، اكتشفتهم وحدي بالممارسه. يعني هادوما الوصفات التقليديه لازم ديريهم دائما، ديريهم معليش المره الاولى تعوجيها، المره الاولى المره الثانيه تقميها شويه، المره الثالثه حتى تولي محترفه. شوفي ما شاء الله كيفاش يجي. وهنا كما قلت لكم لازم يتغطى، غير تحطيها من الطاجين، غير تنحيها من الطاجين تحطيها مع هكذا كيما انا درت جفنه، وكنت نغطيهم بالطرشونه باش يقعد. شوفي ما شاء الله اللون تاعو بزاف شباب طايب من الداخل، ماشي معجن، كل ورقه بورقتها كيما كنت تشوفوا. ما شاء الله تبعوا كامل المراحل
وتبعوا كامل واش قلت لكم، يجيكم احسن من هدايا. كما كتشوفوا مسمن تاع الطبع والشان. وهنايا باش تحتفظي به لازم تحطيه في ساشي هكذايا بلاستيكي وتحطيه في علبه باش يقعد معاك مهدول ولا مراهدن كما يقولوا، يقعد هكاك طري ما يبش يولي الاستيك. هنايا شوفوا المسمن تاعي، اني نوري لكم فيه ونعاود باش نحفزكم وتنوضوا ديروه. وبالك وتنساو لي الجام، ديروا الجام باش يوصل العدد اكبر من المشاهدين وكامل يستفادوا ويطيبوا المسمن. دونك على ما اظن قلت لكم كامل الاسرار تاعو. السر الاول هو الكميه تاع الفرينه وكميه تاع السميد، واني قلت لكم النوع تاع السميد اللي ينجح به قلت لكم بلي هو ماما. وديروا كيلو مع 6 مغارف فرينه ديروا سيم ولا اي نوع ما يهمش. والحاجه الثانيه كي تقطعوا العجين كي تكوروه، وريت لكم الطريقه ووريت لكم الكميه تاع الماء اللي درتها بالتقريب، سيت بالتقريب نحسب لكم شحال. وزيد وريت لكم كيفاش يطيب معك هكا حميمر وشباب. لازم تغسلي الطاجين تاعك، ديري مغرفه تاع الملح والايزيس فيسال، وباش ما يجيكش يابس لازم تغطيه وديريه، ما ديريش مباشره في شكاره تاع البلاستيك، لانه كان كي يكون سخون ديريه في البلاستيك راح يعرق ويتعجن معاك، حتى يبرد باش ديريه في البلاستيك. نورمالمون انا قلت لكم كلش، ان شاء الله نكون فتكم. والان ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، الى الملتقى ان شاء الله في وصفه اخرى او رائعه اخرى من روائع الطبخ الجزائري. سلام.